بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حضرات المشاهدين. إن شاء الله هنبدأ في القناة عودة حميدا إن شاء الله. طبعا منقطعين عن القناة بقالنا ما يقرب من 6-7 شهور لظروف، والله يعني الحمد لله على كل حال، لكن إن شاء الله بنعاود رجوعنا للقناة، وإن شاء الله يكون في فيديوهات أفضل وأحسن كتير، وإن شاء الله يكون في ردود على كل السادة المشاهدين. بس رجائنا يا جماعة، يعني من ضمن الاسباب اللي خلتني انقطعت عن القناة ان الناس بتتصل كتير قوي وفي اوقات مش مناسبة بالمرة، وتسأل اسئلة قد تؤجل يعني يوم واتنين. يعني انا قلت قبل كده انا تحت امر حضراتكم، لو في اي سؤال يخص تربية الرومي او الوز او الفراخ او اي دواجن يكون تعبان او فيه الموضوع ملح قوي، وسبت رقم تليفوني على اساس لو حد عايز في استغاثة مثلا، وقلت حتى انا الرقم متاح الفجر والساعة 5 الصبح والساعة 4 الفجر والكلام ده. لكن للأسف لقيت ان في ناس بتتصل عليا 3 الفجر و4 الفجر عشان يسألني ما يقرب من 60-70 سؤال، ويقعد يكلمني حوالي ساعة ونص، وفي الاخر اكتشف ان هو ان شاء الله هيربي رومي كمان سنة ونص ولا كمان 3 شهور ولا لما الصيف يطلع ولا لما الشتاء ينتهي. يعني اسئلة مش وقتها خالص، والكلام ممكن يكون الظهر او العصر او بالنهار. فانا زعلت جدا ان الناس استغلت يعني كلامي لكم غلط، فبدأت فعلا يعني ازعل او ابتعد عن القناة شوية بشوية. ناس كتير بتتصل وتبعت لي ليه انت وقفت الشغل على القناة. الحقيقة يا جماعة لازم تعرفوا ان القناة مش مجدية ماديا بالمرة. القنوات التانية بتدخل ربح لأصحابها أرباح كويسة جدا، ده إنما القناة بتاعتي قناة خدمية. مش عايز أقول والله تكاد تكون ما بتجيبليش 2 جنيه في اليوم. أنا مثلا عشان أخد أرباح من ورا القناة ممكن أخد أرباح $100 اللي بقول عليها دي تجيلي على كل سنتين أو كل 3 سنين، فالموضوع مش مجدي بالمرة ماديا. فأنا بعمل الموضوع خدمة للناس لوجه الله. فلما كمان الاقي الناس بترهقني في الفاضي ويقعد يسألني اسئلة كتير جدا، واحنا قلنا طبعا لو حد عايز رومي عايز وز عايز بط ممكن نساعده ونجيبه له، الاقي ناس تقعد تسأل اسئلة كتير، وفي الاخر يقول لي اصل انا جايب رومي من مكان وكنت عايزك بقى تعالجهولي او تتابعه. طب حضرتك الوقت يعني انت تروح تشتري من مكان وتيجي انا بقى المفروض اقعد طبعا مجانا ولوجه الله اقعد اقول لك اعمل له كذا وكذا. انا ما عنديش مشكلة، لكن تتصل عليا كل 4 دقايق ولا كل ساعتين. طب هو ايه رأيك؟ طب هو الوقت كده الحمام بتاعه كده معقول؟ طب هو الأوضة اللي هم فيها كده حلو؟ طب الإضاءة كده كويسة؟ يعني ناس بتتصل مش عايز ابالغ والله 6-7-10 اتصالات. طب انا لما ارد على كل واحد 6-7-10 اتصالات وكل يوم اتصالين و3، فلقيت الموضوع يعني فوق طاقتي. ان شاء الله القناة هنتكلم زي ما قلنا في هيكون لها طور جديد، هيكون لها نظام جديد بإذن الله. وان شاء الله طبعا حتى ظهر في السوق حاجات جديدة، منتجات جديدة زي الوز الأوروبي اللي ما كناش عارفين نوفره للناس في خلال الكام سنة اللي فاتوا. الحمد لله الوز الأوروبي الوقت متوفر وبكثافة وأسعاره نزلت. يعني كان زمان الناس تتصل شوف لنا الوز الأوروبي دي بيجي منين، نتصل على المزرعة اللي هي مدخله الوز الاوروبي هنا في مصر، كان يقول لي لا اصبر شويه سنه ولا حاجه على ما يكون عندي قطيع كبير، وكانت الوزه الواحده عمر اسبوع ب 750 جنيه. النهارده الوز الاوروبي بقى في اكتر من مكان واعماره بقت مناسبه كويسه، ما عادش انك هتستلمه عمر يوم ولا 3 ايام، واسعاره كويسه. احنا بنتكلم ممكن في 250 جنيه الوزه بعد ما كانت، او 260 او مكان، يعني على حسب من 250 ل 300 على حسب عمرها او عدد ايامها. بعد ما كنا بنتكلم في الكتكوت ب 750 جنيه. كمان في الوقت متاح للشحن لكل المحافظات. الموضوع بقى سهل وبسيط، وطبعا الوز فيه ناس كتير مقبلة على تربيته. الروم الابيض متوفر بكل كمياته للتربية، وكمان في رومي كبير للذبيح. الروم الاسمر نفس الشيء، البط المسكوف R41، السمان عمر يوم ومتحضر عمر 10-15 يوم متوفر. الروم الاسمر عمر يوم او عمر شهر متوفر. ان شاء الله النعام موجود، يعني بامر الله. احنا بنقول كل اي منتج من الدواجن حضرتك عايز تربيه بنقدم لك الكتكوت بتاعه، وبنقدم لك الجدول التربية بتاعته، وبنكون معاك في فترة التربية. وفي التسويق بأمر الله برضو بنحاول بقدر الامكان نساعدك لو انت واخد كمية
ابتداء من 100 روميايه انت واخد مثلا ابتداء. النعام تسويقه متاح. طبعا انا ما بتكلمش لوحدي يا جماعه، في ناس معانا هيفيدونا سواء في التسويق سواء في تقديم المشوره. يعني اعتبر ان احنا جروب بنساعدك لله، بس يكون برضو انت يكون عندك رحمه بينا، يعني ما تتصلش في وقت مش مناسب. حضرتك برضو يكون برضو الاتصال مجرد سؤال، يكون سؤال ملح، ما يكونش اسئله يعني باخد من الالف للياء. طب ما حضرتك عندك الفيديو اتفرج عليه، لكن تتصل عليا الساعه 3 بالليل وتقعد تسالني عن كل شيء يخص الرومي او الوز او الكلام ده، وفي الاخر اكتشف زي ما قلت لحضرتك انك مش هتربي دلوقتي. بلاش، يعني يا ريت نحافظ على بعضنا. النهارده لو هتكلم على الرومي الابيض، احنا طبعا بنستلم كتكوت الرومي الابيض، مش حضراتكم، احنا بتكلم عننا او الناس اللي معانا. بنستلم كتكوت الرومي الابيض عمر يوم، له طبعا نظام يتعمل له درجة حرارة معينة، الفرشة، الإضاءة، التدفئة، والعليقة. العلف طبعا أو العليقة بيكون علف 28%. طبعا الفرخ ده له شوية تحصينات هنبقى نتكلم عليهم بعدين. في تحصين مثلا وهو عمر أسبوع لازم نقص المنقار من عمر 3 أيام لعمر أسبوع. الرومي الابيض مشكلته ان هو بيكون عنده ظاهرة الافتراس زي البط المسكوفي كده، فعلشان يعني ممكن ياكل بعضه، فعلشان كده لازم نقص المنقار. بيتقص طبعا بطريقة احترافية بالليزر، يعني عشان ما ينزفش. برضو عنده ظاهرة الانكماش، او ان هو يطلع فوق بعضه ويتكون مع بعضه في مكان في جنب العنبر زي السمان. فبرضه لازم يكون فيه متابعة دورية طول النهار جنب منه، عشان او احطه في مجموعات صغيرة، ما يكونش في يعني مثلا ما احطش 1000-2000 كتكوت مع بعض، لا انا بحطهم في دواير او في اماكن بحيث يكون في كل مكان 100 بس اقدر اتحكم وهشهم او افصلهم عن بعض. حضرتك مش مطالب منك الحاجات دي، لكن انا بكلمك لان انت حضرتك مش هتعرف تحصل على الكتكوت الرومي الابيض الا عمر مثلا من 20 يوم لحد مثلا شهر او شهر وشويه. فخلينا نتكلم على المرحله اللي تخصك. لما حضرتك تستلم كتكوت الرومي عمر 15 او 18 او شهر، 18 يوم مثلا او شهر، مطلوب من حضرتك ايه؟ اهم حاجه في التربيه هي درجه الحراره. الدواجن عموما يا جماعه، كل الدواجن سواء ابتداء من السمانه لحد النعامه، هي درجه حراره. ظبطت درجه حراره المكان اللي هتستقبل فيه الكتكوت، ان شاء الله الموضوع يعدي معاك في امان. الحاجه التانية، يا ريت نهتم شويه بالمكان. بلاقي ناس تاخد الرومي يرموه على السطوح في وسط السطوح، والسقف صاج، والاوضه نصها مبني ونصها متساب، ويكون بيدخل فيها قوارض سواء فيران او عرس او غيره. بلاقي ان في عدم اهتمام بالمره في الفرشه. ناس بتحط الرومي في دوار بتاع مواشي او بتاع اغنام، وفي الاخر يقول لك هو ما بيجيبش انتاجيه ليه؟ يعني يا راجل اتق الله، حطه في اسطبل او في زريبه او في دوار وفيه تراب او فيه مخلفات غنم، وعايزه يعني ينجو ازاي؟ فاحنا بنقول يا جماعه نهتم شويه ونحافظ على الحاجه، لان دي روح وبعدين ثمنها عالي. احنا بنتكلم كتكوت الرومي النهارده بنتكلم يعني في الرينج بتاعه، لو هو محلي بنتكلم 200 230 250 جنيه، لو فرخ مستورد بنتكلم من 350 ل 400 450. فحرام ان انا اخد الكتكوت واهمل فيه او احطه في مكان لا يصلح للتربيه. فاحنا بنقول اهم حاجه نظافه المكان، وتاني حاجه درجه الحراره. حضرتك بعد كده بتاخد الفرخ، حضرتك بتاخد الفرخ بعد كده عشان استقبله على علف كام؟ انا باكل عندي علف 28%. حضرتك مش هتعرف تجيب العلف 28% لانه غير متاح في السوق، هو بيتعمل لمزارع الاستقبال او لمنتجين الكتكوت الرومي. طب حضرتك هتلاقي في السوق كام؟ هتلاقي في السوق علف 23% سوبر او 23.5. حضرتك هتحط على كل شكارة 5 كيلو فول صويا، وقلنا الفول الصويا ده كسر فول يشبه الفول بتاع التدميس كده، انما ما يكونش المقرمشات او الحاجات اللي بتتعمل على الكفتة اللي بتسمى فول صويا عند في السوبر ماركت بنلاقي ونحطها عيش يعني كده
زي الكورن فليكس بتحط يتبل وتحط على اللحمه المفرومه عشان يتعمل كفته وبيتقال عليه فول صويا. مش هو ده اللي انا اقصده حضرتك، انا بكلمك على فول صويا يشبه اللوبيا كده، بيكون كسر. بلاقيه برضه عند بتوع الاعلاف ده، بحط 5 كيلو على الشكاره 23%، يكون كده بيديني ما يقرب من 25 او 26% بروتين. يبقى انا النهارده هتستلم الكتكوت من عندنا كان بياكل علف 28%، هتنزله انت على 26، يبقى معقول قوي بعد كده بعد 15 20 يوم انا هدي علف 23% لمدة 60 يوم. يا ريت حضراتكم تهتموا باللي انا بقوله ده جدا جدا جدا، لان ناس بتتصل عليا ويقول انا كنت جايب رومي والراجل اللي اداهوني السواق اللي اداهولي قال لي اكل 21%، استقبله على 19%، وده طبعا بيدمر الكتكوت. حضرتك بقول هتستلم على 23% عليه فول صويا، بعد كده هتنزل على 23%، بعد كده بعد 60 يوم هتنزل على 21%، وبعد كده بكمل معاه 21% لنهاية الدورة. دورة الروم يا جماعة احنا بنتكلم في 4 شهور 4 شهور ونص، ولو هو مستورد المفروض يقعد لحد 5 شهور. الاوزان اللي هو بيدهاني المحلي في منه اكتر من نوع، عشان نكون صادقين في السوق اكتر من نوع. في نوع لا يتخطى ال 15 كيلو، في سلالة ممكن توصل 18 20، وممكن تجيب كمان 23 24 كيلو. بالنسبة للمستورد، المستورد في منه نوعين، في وزن متوسط ممكن يجيب 23 25، وفي وزن تقيل بيجيب لحد من 32 ل 35 كيلو. لكن المستورد مش متوفر طول السنة، واحنا كمان مش بنتحكم في السلالة اللي جاية ان كانت وزن تقيل او وزن متوسط. اعتقد ان انا اتكلمت في اهم حاجة تخص الرومي. انا ان شاء الله بنساعدكم في التسويق. لو الكمية ابتداء من 100 فرخ بنتكلم زي ما قلنا الاسعار المحلي بنتكلم في رينج من 200 ل 250، ده على مدار السنة يعلى عن كده او ينزل عن كده. في الرينج برضو بتاع المستورد بنتكلم من 350 ل 450 جنيه. الكتكوت برضو طول السنة يعني ممكن يوصل ل 300 جنيه، ممكن يوصل 400، ممكن يوصل 450. في نهاية الفيديو بتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله احنا معاكم. لو بدأتوا في اي حاجة احنا هنوفر لكم الكتكوت وجدول التربية والتسويق بامر الله. وما تنسوش حضراتكم تفعلوا مع القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.